السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، تابعونا وخليكم معانا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة كتير. هنا بقول لكم صباح الخير، صباح العسل، صباح الفل. اليوم ده ابتدينا كده قبل ما الفجر يبدأ. حبيت كده اخدكم معايا، قلت ايه، انا كنت غسلة غسيل، قلت تعالوا بقى ايه ننشروا سوا كده الصبح بدري ونشوف هنعمل ايه. ابتدينا يومنا بدري كده شوية، قمنا كده حبة نشاط، حبة يعني ايه، قولوا حبة ايه، قلق، يعني زي ما تقول. ابتديت بقى ايه على الصبح كده، كان عندي حبة غسيل على الحبل، قلت المهم واحط غيرهم واسيبهم براحتهم بقى ايه ينشفوا، وهنشوف هنكمل يومنا ازاي. تابعونا وخليكم معانا وما تنسوش زي ما قلت لكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة كتير. يلا بقى، والمدارس بدأت بقى وبتقلقنا من بدري، فده ايه بقى الطبيعي بقى بتاعنا، مش ده حالنا كلنا ولا ايه؟ ابتديت بقى هنا كده ايه، قلت الم الغسيل كده ونحط غيره. وحشتوني الحبة اللي بغيب عنكم فيهم دول، والله بتوحشوني. انتوا عاملين ايه؟ انا بكلمكم كأني شايفة حد قدامي، عشان عارفة انتوا بتشوفونا وبتتابعونا، وربنا ما يحرمنا منكم ابدا. قومي بقى كده زي ما احنا قمنا كده، وشوفي وراكي ايه. طبعا كان اليوم ده كان طبيعي ان احنا نقوم بدري، عشان كده كده رايحين المدارس فقايمين بدري. نشوف برضو ورانا ايه نخلصه، عشان اما ننزل ما يبقاش ورانا حاجة. اهو هنا بقى ايه، كنت رحت جبت السبت بتاع الغسيل وننشر بقى سوا. وبقى لو في حاجة وراكي برضو كده خلصيها واعمليها، عشان ايه، انا كان في المشابك كانوا واخدين حاجات وكانوا رامينها في الارض. الم بقى الباقي عشان اما انشر الاقي ايه المشابك معايا كده اعرف اكمل. بصوا بقى، كانت الدنيا لسه، كان الوقت ده كان قرآن الفجر بيقرا. نقوم بقى ساعة السحر دي كده، نستغفر ربنا ونذكر الله ونصلي وندعي كده، وربنا ان شاء الله من عنده الفرج ومن عنده صلاح الحال، ويصلح حال الدنيا كلها والأمة العربية كلها. هنا ابتديت بقى ايه احط حاجتي على الحبل كده، عشان اسيبها زي ما بقول لكم انها تاخد راحتها وتنشف، واكمل يومي معاكم. يلا كده واحده واحده ونشوف ورانا ايه، ونشوف يومنا هيمشي ازاي. زي ما انتوا عارفين ان انا بحب اما احط حاجه على الحبل ابتدي بالصغير الاول وبعدين الطويل، كده ورا بعضه كده، زي ما قلنا قبل كده ان احنا ايه بنعملها زي السلم. كانت بشاكير وفوط وحاجات مهمه كده. يلا يلا، وانت كمان بقى قومي شوفي بقى، لو وراكي حاجه كده وراكي مدرسه قومي بدري اعمليها، تروحي وتودي العيال مدرسه وتبقي راجعه ما وراكيش حاجه برضو تشوفي وراكي ايه. لو وراكي حاجه تبقى بسيطه.
لو انتوا كمان بتقوموا في الوقت ده ندعي كده ربنا يصلح الحال ويصلح احوال بلدنا واحوالنا واحوال المسلمين. هنا بقول لكم هخلص وابقى ارجع لكم. هنا كنت قربت بقى اخلص كده، كان فاضل حاجات بسيطة وقلت بقى ايه يعني هنخلصها مع بعضين. انا بقى يعتبر كنا خلاص كده، خلاص بنشطب في اخر حتتين 3 موجودين معانا اهو. بصوا بقى هنا ايه، كنت خلصت بقول لكم بصوا انا نشرته وخلصته، بس كانت الدنيا ضلمه بقى زي ما انتوا شايفين فمش باين قوي اهو. اهو ايه رايكم؟ وهنسيبه بقى براحته بقى ايه ينشف وايه. يعني انا بقول لكم تعالوا بقى نشوف هنكمل هنعمل ايه. انا بقى ايه او دخلنا المطبخ. عندي البوتاجاز كده كان في حاجات بسيطه مش كتير قوي، قلت برضو ايه نعمله كده على طول وما نخليش في حاجه ونشوف هنكمل برضو ايه اهو. حطيت حبه ميه صغيره واجيب بقى الليفه بقى والسلكه. هنا كنت بحط لها صابون عشان طبعا ايه اما ايه اشتغل بيها تبقى ايه مليانه صابون وترغي وتخلص معايا على طول اهو. بصوا كانت حاجات بسيطه بس اللي موجوده. اهو مشينا عليها بالليل في حاجات بسيطه اهي خلاص خلصت اهي. كنا عاملين مكرونه بقى وكده وكان واقع منها حاجات بسيطه، كانت مكرونه سباكيتا لميناها. ومطرح الصلصه بتاعت القوطه برضو ما كانت مطرطشه، ما يعني ما فيش حاجات كتير اهي. اخليها على جنب عشان لما اجيب كيس ولا حاجه احطه فيها ما برماش في الحوض عشان ما تجريش في الميه تسدلي الحوض وكده. لا بحطها كده على جنب عشان ايه نلمها لما ايه اجيب كيس بس. انا في الوقت ده العيون ما كانتش محتاجه تتشال لان هو كمان مكانها نضيف فايه مش محتاجه ان هي تتشال. هبل بقى الفوطه برضو واقوم ماسكاه منشفاه اهو. لمينا الصابون برضو من مره واحده وخلاص خلص. امسكه بس ايه نغسل حته ونلمعه تاني عشان ما يبقاش في اي حاجه. هو بقى قدامنا وفي ايدينا بيلمع زي الفل وما بقاش عليه اي حاجه، نشتغل الوقت لو هنعمل حاجه او كده او بقى زي الفل اهو. والعيون وكل حاجه غسلناها وما فيهاش اي حاجه، والجناب كمان برضو ما فيهاش حاجه اهو.
احط برضو ايه الحوامل بتاعتها نضيفه، ما فيهاش حاجه، مش محتاجه تتغسل اهو. خلينا زي الفل. انا بقول لكم ما تنسوش اللايك اهو. خلصناه وبقى زي الفل. هجيب بقى الولاعه اهو. هنا لقيت طبعا ان انا كنت طافيه الغاز ساعتها، بقى ايه اولعه. بصوا بقى، انا بقى ايه هجيب حله، اتاكد بس ان البوتاجاز كله مطفي. اجيب بقى ايه حله حلوه كده، انا كنت غاسلاها بقى ايه طبعا، بصفي ميتها تمام كده، اسيبها بقى ايه تنشف. بصي بقى، النهارده هنعمل بقى ايه حبه لبن كده، ونعمل له رز، يعني رز بلبن. بس جربي طريقتي دي. لو عيالك برضو ايه يعني زي عندنا كده مقرفين، ما برضوش يشربوا اللبن، ما برضوش باي حاجه من يعني في اي وضع من الاحوال ما حدش بيرضى يشرب اللبن كده على طول. هنعمله لهم بقى ايه زي ما عملنا النهارده كده، وجربيه. انتوا عارفين ان انا لما بحب اعمل رز بلبن بحب اجيب اللبن البقري اعمل بيه، بيبقى جميل وفي نفس الوقت مش غالي، وقيمته الغذائيه برضو حلوه. هنا انا كان عندي 2 كيلو مسكتهم اهو، انا بغسل الاكياس عشان تفك، عشان لسه مطلعهم من الفريزر اهو. ادي اول كيلو اهو. اسلكه بس من الكيس بتاعه، انا مبرضاش اطلعه يفك عشان انتوا عارفين لو طلع وفك قبلها بشويه بيقطع. انا بطلعه متلج على طول كده واحطه على النار واشتغل بيه على طول اهو. كان حته صغيره بس اللي ايه اللي ماسكه فيها. عادي بس هنسلكها برضو اهو. بصوا ملاحظين لون اللبن او لبن اصفر، الاصفر ده بيبقى بقري بس بيبقى طعمه حلو على فكره، وكمان خفيف ما بيبقاش تقيل زي ما بيجوا يشربوه، تحس ان هو تقيل كده بيعمل زي بلغم او بيبقى تقيل على الصدر. لا، اللبن ده بيبقى خفيف وحلو، ما بتحسيش بيه. هما كمان لما يجوا يشربوه ولا كده ما حدش بقى هيتلكك ويقولك لا مش عاجبني، لا ادولهم بس. هنا بقول لكم ان انا فضيت الاتنين اهو اهو. اسيبهم بقى على النار كده على الهادي لحد ما ايه يسيحوا سوا اهو. اوطي عليهم واسيبهم. هنا بقى ايه حبيت اعمل انا بقى كده كوبايه شاي بلبن. هنا بقى كنت بوريكم، بصوا اللبن اصفر اللي هو البقري بيبقى اصفر عامل زي الزبده بالظبط، لما بتجيبيها البقري بيبقى نفس اللون برضو اهو. انا بقول لكم برضو ايه هفضل اخليها على النار، اعمل لي بس كوبايه شاي بلبن كده يغلي حاجه بسيطه اخد منه حبه، وهنكمل بقى هنشوف هنعمل ايه. السكر ده اللي هو الدايت ده، يعني انا بستعمله عشان يعني انا ظروفي الصحيه محتاجه ان انا استعمله. انا خدت واحده بس ايه اجهزها بقى في الكوبايه. انا طبعا كنت حطيت الشاي في الكنكه على النار وسبته عشان ايه يغلي كده وايه ويستوي وايه، ونحط بقى في الكوبايه ونشوف هنعمل ايه او لا لسه كنت حطيته. انا بشوف ناس كتير كده بتقوم الصبح بتشرب قهوه
يعني احنا بقى ايه بنحاول نعمل حاجة كويسة شوية. انا ما بحبش القهوة، بحب يعني شوية شاي كده بلبن وخلاص. يعني طول عمري ما بحبش القهوة، ما بحبش ريحتها. انا بقول لكم انا خدت كيس واحد بس، هشيله بقى وايه، واستنى بقى اما ايه الشاي يغلي واللبن. هنا بقى ايه كنت مسكت رز غسلته، بس انا مش هاخد الكميه دي كلها، ده كيلو. يعني انا هاخد حبه والباقي حبه اقول لكم انا هعمل بيه ايه، بس مش دلوقتي. اهو. هنا بقى ايه كان اللبن اهو ابتدى ايه يغلي. هنا كنت صبيت الشاي بقول لكم. اهو هيبتدي يعلى اهو، بس انا كل ده ما سبتوش، انا كل ده واقفه جنبه اهو. اخد منه حبه بقى كده في الكوبايه. اهو خدت الحبه اللي انا عايزاهم، واسيبه بقى يبرد وهنكمل بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى انا زي ما قلت لكم ان الرز ده مغسول وزي الفل. اخد حبه كده اهو زي الكبشه اهي، مش كتير ومش مليانه قوي. انزل بيهم على ال2 كيلو. انا شايفاهم ان هم حلوين قوي على ال2 كيلو حبه الرز دول. بس اسيبهم بقى في اللبن، اقلبهم واحطهم مع اللبن، واسيبهم بقى ايه اوطي عليهم خالص، واسيبهم على النار. افضل بقى اقلب فيها كده، اقلب فيها كده، واخليها على النار لحد ما الرز يستوي خالص. انا ما بسويش الرز لوحده، انا بسويه باللبن. لما بتزودي له ميه وتسويه لوحده بيبقى طعمه مش مسكر زي ما تعمليه كده وتسويه في اللبن. او افضل بقى ايه اقلب فيه كده عشان ما ايه ما يقفش في الحله او يمسك فيها يعني. لا اهو اقلب فيه كده، وافضل ايه هنا بقول لكم انا موطيه عليه، وهسيبه كده يستوي بالراحه، وهسيبه ايه مع نفسه زي ما يقعد. هنا ايه كل شويه زي ما بقول لكم ان انا ايه بقلب فيه. اهو انا بوريكم الرز اهو، بصوا الرز. هنا بقى ايه كان تقريبا دخل في السوا. قلت بقى هزوده كوبايه سكر واحده اهي، ان انا بعيرها اهي. يعني هي دوبك كوبايه سكر على ال2 كيلو، حلوه قوي. يعني اهو بصوا كانت ظابطه بصراحه. هي الكوبايه دي كانت ظابطه الرز بلبن. امسكها برضو اقلبها كويس قوي. على فكره اللبن اللي بقول لكم عليه ده غير اللبن اللي بتجيبيه من المحالب. بصي تلاقي اول ما تحطيه على النار يشيط ويتلسع كده في الحله. انا هوريكم الحله لما نخلص هي تبقى شكلها ايه. افضل برضو اقلب فيه كده لحد ما ادوب السكر خالص. ما خليش فيه سكر خالص فيها. هنا بقى ايه كنت برضو بجيب طبق صغير كده اشطفه. انا بحب ايه اشطف الحاجه قبل ما اعمل فيها. بصوا بقى انا عندي ال2 كيلو دول خدوا قد ايه نشا. خدوا بالظبط 5 معالق نشا عشان يربطوا ويخلوا ربطتهم مظبوطه. ماشي. ولا منه تخين قوي ولا منه ايه يعني سايب كده سايز زي ما بيقولوا. لا مظبوط كده وتعرفي تاكليه. اهو هنا جبت كوبايه ميه اهي، نفس كوبايه السكر عيرت بقى كوبايه الميه. يبقى احنا كده ما دخلناش على الرز بلبن ميه كتير ولا حاجه، هي نفس الكوبايه اللي عيرنا بقى السكر. هنا بقى عندي حبه نشا اهو، كنت جايبه ربع كيلو. قلت بقى ايه استعمله وما يخلص اجيب غيره. هنا بصوا بقى ايه كده كام معلقه. ادي 1 معلقه مليانه كده هرميه مليانه. ادي 2 3 وادي الرابعه. وادي ال5 كده واقلب.
اهو امسكها بقى ادوبها كلها. كل ده برضو انا سايبه سايبه الرز على النار بالسكر، وكله بيستوي برضو. التاني بيكمل ايه بقيت غليان وكده، وايه وسايباه برضو على النار، على النار هاديه خالص زي الشمعة. هنا القطه كانت كل شويه عماله تخبط في رجلي، وانا ايه عماله بهشها. انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي، عايزه تلعب وانا مش فاضيه. انا رجعت زودت ايه حبه صغيره، حسيت ان هم ايه يعني عايزين حاجه بسيطه. او قلبتها خالص كده لما دوبت النشا خالص، ما بقاش فيها اي حاجه. انزل بقى بيها على ايه، على الحله كده ونقلب. بس هي كانت مظبوطه بالظبط، بالظبط كده. وربطت معايا بسرعه وادتني ايه القوام اللي انا عايزاه، وكان زي الفل. اه اي حاجه جنب بقى ايه كنت بنقلها على الحوض عشان ما اسيبش جنبي ايه يعني كركبه ولا اي حاجه. ونغسل اول باول. هنا بقول لكم هو ابتدى يربط اهو، بس برضو لسه ايه هسيبه حبه كمان، هعلي عليه بقى. اسيبه حبه كمان لحد ما يتقل تاني، يعني ايه يديني التقل اللي انا عايزاه. اهو بصوا، بصوا بيلف في الحله ازاي. افضل برضو زي ما انتم شايفين كده ايدي فيها اقلب فيها عشان ما ايه ما يتقلش من حته او حته، لا يبقى كله زي بعضه. هنا ايه بصوا بقرب لكم الكاميرا، بقول لكم بصوا اهو تقل ازاي اهو. هنا يعني القوام ده هو اللي انا ايه يعني بظبطه عليه اهو. بس خلاص، لان لسه بقى لما هيبرد ايه هيتقل تاني. هنا بقول لكم بصوا لسه النار ما طلعش، لسه ايه حتى لسه النار بيشقشق اهو. قومي بدري كده شوفي وراكي ايه واعمليه، انجزيه كده سريع سريع. بصي تلاقي نفسك ايه خلصتي حاجه برضو اهو. هنا بقول لكم بصوا اهو ربط برضو كده شويه كمان اهو. اروح بقى ايه اجيب الفانيليا واجي. كانوا اخر حبه عندي اهم، حبه صغننه ازاي، بس هاي برضو ايه هينفعوا، احنا مش عايزين كتير. عايزه اقولك بقى ريحه الفانيليا اتحطت طبعا، غيرت ريحه الشقه وريحه الحاجه اهو. بعد ما طفيت كده طفيت اهو خلاص اهو. انزل باخر حبه فانيليا دول، ودت الرز بلبن بتاعنا في حته تانية خالص. طبعا بقى اللبن بقشطته بخيره بكل حاجه بيتقل وبيدينا طعم حلو. بص عايزه اقول لكم ريحتها تحفه. انا اللبن ده لما بجيبه بيعمل عندي قشطه كنت بشيلها، بس انا ايه يعني كنت بستعملها في حاجات تانية. بس المره دي ما ايه معرفتش احط، انا خليته بقشطته زي ما هو. هنا بقى ايه كنت بشطف الاطباق زي ما بقول لكم عشان ايه احط فيها. ايوه بصفيها خالص. دي عندي السلطانيات دي اللي هي اللهم صل على النبي، الاركو بايركس دي اهي.
هنا دي بقول لكم احط فيها، اظبط بس الصينيه كده عشان ما ايه مفيش حاجه تقع. اهو بسم الله نسمي كده ونبتدي ايه اهو. والف الف انا وشوف اللي كل وجربوا بس ايه اللبن بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم. عندك بقى زي اللي عندي كده ما بيرضوش يشربوا اللبن او ما بيرضوش باللبن كده على طول دخلي لهم في كذا حاجه. هنا انا ما رضيتش بقى ولا ايه يعني ما حطيتلوش بقى ولا جوز الهند ولا اي مكسرات لان انا ما عنديش بصراحه، فانا استكفيت بيه ايه برضو خفيف خفيف كده وكان حلو برضو. هنا بقى ايه كنت بشيل الحاجه اللي على الحوض عشان ارص بقى الاطباق دي وبعدين يعني انا عملت اطباق وكوبايات، في عندي اللي بيحب ياكلها كده واللي بيحب ياكلها كده. عملت لهم برضو اللي هم ايه عايزينه. وعايزه اقول لكم ان كانت ريحته زي الفل وجايبه اخر الدنيا. واهو ونسيبه بقى لما يبرد هيتقل معاكي زياده وهيديكي برضو ايه طعم احلى. كل ما يبرد كده وتحطيه في التلاجة بيكون احلى. هنا بقى ايه كنت قلت بقى اجيب كوبايات واحط فيها اهي. لا انا قلت بقى كده ممكن الكوبايه تطرقع مني ولا حاجه تنزل في الحله، لا احطها هنا اهو بالراحه كده. نسمي الله كده ونحط كل مره تحطي كده سمي الله. هما يقولوا لنا لا على حاجه احنا هنديها لهم برضو بس بطريقتنا، صح ولا ايه؟ اهو هنا بقى الثلاث كوبايات حطيتهم وجبت كوبايتين تاني برضو حطيتهم اهو. هنا بقول لكم ايه خلصتهم اهو. هنا بقى ايه اهو كوبايات والكوبايتين التانيين اهو. ايه رايكم؟ بقول لكم ما تنسوش اللايك وهو بقى معانا زي الفل وخليكم معانا وتابعونا. سلام.